طبعا انا قبل ما ابدا الفيديو طبعا في تعليق جالي امبارح من احد المتابعين، قال لي انت مطبلاتي ولا مطبلاتاتي. المهم لا، انا عايز اقول على حاجه بما يرضي الله. قسما بالله العظيم انا ما احب غير نادي الزمالك، وعايز لا ممدوح ولا سين ولا صاد ولا مرتضى. اللي شاف فيديوهاتي في الاول انا كنت مع مرتضى بطريقه غير طبيعيه، لكن لما الاقي نادي الزمالك بيغرق ولا حاجه زي كده، انا بحب الكيان، مش مع سين او صاد او حسين لبيب او غيره. ولو في حاجه ضد نادي الزمالك وغلطوا فيها هطلع اكلهم. ما احنا هنا في قناتنا اللي بيحب نادي الزمالك مش سين او صاد، مين رئيس نادي الزمالك مش فارقه معايا ايا كان. لو انت حتى اللي بتنتقدنا وبتقول عليا مطبلاتي، وربنا لو انت رئيس نادي الزمالك وبتفيد نادي الزمالك لاكون مساند ليك. انا ما عنديش مين هو يمسك نادي الزمالك، انا عندي مين ينصر نادي الزمالك، مين يرجع شخصيه نادي الزمالك، مين يرجع اسم نادي الزمالك. احنا شفنا امبارح اسم الزمالك، المباراه السوبر امس الاهلي اللي بيفوز فيها على فيوتشر، الاستاد مش موجود. سوبر ملوش اي 30 لازمه، سوبر من غيرك انت موجود تخلي السوبر سوبر. انت اسمك كبير حتى لو مريض، اسم نادي الزمالك اسمه كفايه. انا كنت في الاستاد امبارح، كنت جات لي دعوه وكان لازم اروح طبعا كاعلامي. الفكره ان لا، اسم الزمالك لو ربنا لو موجود استاد فل كانت تبقى احتفاليه. فانت اسمك كبير مع انك غايب، لكن اسمك لازم الناس تحترمه وتاريخك لازم الناس تحترمه. فعايز اقول للاخ او الاستاذ اللي كان انت على عيني وراسي ورايك على عيني وراسي، بس انا ما بطبلش قسما بالله. لا قابلت ده ولا اعرف ده ولا بتواصل مع ده ولا بعرف حاجه غير ان انا بحب ده، بس هو ده اللي انا بحبه. نادي الزمالك بعشقه عشق ونفسي يرجع، لانه لازم يرجع. ما ينفعش الكره في مصر تبقى واحد بس، نادي واحد بس، والناس كله بيساندوه والنادي التاني كله بيحطمه. يعني يبقى عندك قوه. فين التنافس يا جماعه؟ فين الكوره؟ مصر ما فيش فيها كوره. دوري شركات بيزنس، طلع ناس، طلع رجال اعمال طلعوا ما تعرفش جاب الفلوس دي منين وبقى شركات. تاني حاجه ما عندكش، عندك 5 6 انديه جماهيريه، منهم نادي ما ينفعش تنسى اسمه، نادي الزمالك. هي دي. فممدوح، انا بقى ممدوح بس سواء دفع ما دفعش هنقول له اي حد هيساند نادي الزمالك هقول له انت على راسي. اي حد هيفيد نادي الزمالك بصفقه او بيدفع او بيرفع غرامه او بيدافع او بيرجع كيان نادي الزمالك هقول له انت على راسي. اي واحد هيدخل نادي الزمالك في قضايا، هيدخلك في مشاكل، هيحطك في مواقف مش حلوه، هيعمل لك مشاكل، لا انت بره خالص، انت ما اعرفكش. فنادي الزمالك اسم كبير. فانا دي كان ردي على الاستاذ وبقول له انت على راسي من فوق، بس انا والله عمري ما بطبل ولا هطبل، لان انا مش مصلحتي ان انا اطبل، لان انا بما يرضي الله، بتكلم بما يرضي الله. يمكن شفنا انا بقول السوبر امبارح، وطبعا السوبر زي ما بنقول طبعا النادي الاهلي فاز بيه، بس كان في تعليق بعد 2-2 كان المفروض مروان عطيه كان في طرد، والكره كان المفروض يجيبوها، كان طرد رسمي لمروان عطيه، وكانت ممكن البطوله تروح لفيوتشر. لكن عايز اقول على حاجه بقى، سواء اهلاوي او زملكاوي اللي بتسمعني، زي ما بتخسر باخطاء تحكيميه بتكسب باخطاء تحكيميه كتير. حلو. فما مش تخسر يبقى نظريه المؤامره، تكسب عادي او ما تشوفش او ما حصلش او ما ينفعش. لا، عايزين نتكلم بما يرضي الله، بما يرضي الله. فهي دي لازم بما يرضي الله. كل واحد هيتحاسب قدام ربنا. انت حكم بقى بالجامل، خفت من سين او صاد، ربنا اللي هيحاسبك مش انا. لان انت بمكان، يعني لو عرضنا الامانه على الجبال لابين ان يحملها وكان الانسان جهولا. فانت جالك امانه، جالت لك امانه صنتها وعرفت تبقى قدها وتقول رايك بما يرضي الله، هو ده الحكم. جملت بقى وخفت وكيت ماليش فيه. فطبعا اللي انا عايز اقول يا جماعه ان الزمالك طبعا داخل على فتره، طبعا داخل على ماتشين جامدين جدا ومعسكرين جامدين جدا في الامارات، واحد في ابو ظبي واحد في دبي. طبعا هيلعب بطوله جامده جدا، بس طبعا بنفس اللعيبه، ودي مشكله كبيره. نادي الزمالك بيسابق الزمن، محتاجين لعيبه بسرعه، ومحتاجين لعيبه كويسه جدا، ومحتاج اللعيبه اللي عندك تلحق تمشيها، تلحق تجيب في يناير يبقى تجيب لعيبه، وفي لعيبه تبيعها لازم بسرعه، لازم مفيش وقت، لان انت هتدخل معسكرات بنفس اللعيبه دي انت مش هتكسب حاجه. مع احترامي الشديد، انت محتاج زيزو اذا كان ماشي خلص وخد مبلغ كبير وهات لك بلعيبه وخلص قضاياك، والقضايا ان شاء الله مش ان شاء الله بتتشال، ونادي الزمالك هيرجع 100 فل و18. لكن الاهم انت بتسابق الزمن، محتاجين لعيبه كتير تمشي، ومحتاجين لعيبه كتير تيجي وبسرعه، في ملفات تخلص. اتمنى مجلس اداره كابتن حسين لبيب يخلصها بسرعه، ده اللي اتمنى.
اتمنى ان في لعيبه في نص ملعب محتاجين، في لعيبه يا جماعه محتاجين نص ملعب بالكامل. السيسي يمشي، محتاجين دونجا يمشي، محتاجين عمرو السيسي يمشي، محتاجين 3 طحن، ومحتاجين راس حرب جامد، ومحتاجين الافارقه اللي عندك يبقوا مؤثرين. يعني ما ينفعش يبقى لعيب عندك وما يلعبش اساسي، ما ينفعش لعيب عندك وما ينزلش يخلصك. احنا عايزين تستفاد بالناس اللي عندك، بالاماكن الاعداديه اللي موجوده عندك اللي تقدر تستفاد بيها، بحيث انك انت تبقى انت ليك شكل وكيان. واللعيبه اللي عندك عايز تعير تطلعها عار، عايز تبيعه، المهم عايزين اسم نادي الزمالك يرجع، ده اللي يهمنا. عايزين عندك ملف زيزو خلص له، حلو انك جددت الفتوح. الايام اللي جايه دي بقى مين اللي هيكون موجود نص ملعبك، مين اللعيبه مع بيراميدز، هتبقى في صفقات تبادليه ولا لا، هتجيب من لعيبه من افريقيا ولا لا. واهم حاجه ان اسم نادي الزمالك يرجع، ده اهم حاجه اللي احنا بنقول عليها الايام الجايه دي ان شاء الله. طبعا عايزين نتكلم في نقطه كمان يا جماعه، ان بالظبط كده انت لما تكون عندك قضايا كتير، طبعا انا بشفق على المجلس حاليا لان عليه ملفات كتير، وانت جاي وعارف كده. يعني دي برضو عايز اقولها، انت جاي وعارف ان عليك قضايا وعليك ملفات وعليك حاجه زي كده، داخل عارف انك انت هتحلها. ما تعيطش بقى، ما تقولش المجلس القديم، انت داخل وعارف. ما كنتش قادر تدخل وتحلها ما كنتش دخلت. يعني انا واحد في دين عليا وعليا 100 مليون، وانا داخل رئيس على ال 100 مليون الدين اللي عليا ده، انت عارف من قبل ما تدخل يا انت قادر تشيل الدين ده وتكمل وتطور، يا اما انت ما كنتش تدخل. وهي دي اللي لازم المجلس يحطه قدام عينيه. نادي الزمالك ان شاء الله اسم كبير، ونادي الزمالك احلى جمهور في الدنيا، جمهور محترم، جمهور مثقف، جمهور مش متعصب، جمهور فعلا بيفهم يعني ايه كلمه وفاء، بيعرف يعني ايه انتماء، بيعرف يعني ايه مكسب وخساره، بيعرف يعني ايه الحب في السراء والضراء. هو ده نادي الزمالك الجمهور المحترم. تحياتي ليكم، وان شاء الله في فيديو جاي تاني هنتابع اخبار نادينا الكبير بما يرضي الله، وهنقول اخبار حقيقيه، وان شاء الله اخبار تفرح الايام الجايه. اذا عجبكم